لا، ابونا هيقف عشان يشوفكم انتوا انتوا زي ما انتوا. طبعا انا ما ينفعش اقدم ابونا، طبعا ابونا هو اللي قدمني. ابونا يعني مرقص، يعني غني عن التعريف. ابونا على فكره هو اللي ملبسني البورنوس في الرسام. يعني ابونا كلنا، انا مكسوف اقدمه يعني، بس دي كنيستك أهو. بسم الله والابن الروح القدس اله واحد امين. كل سنه وانتم طيبين، ويا بختكم بابونا يوئيل ومحبته وتعبه، وربنا يعوضه خير عن تعبه في هذه المنطقه. ولولا انتوا شعب بركه برضه ما كانش يجيب لكم كاهن بركه. معاكم معلم بركه واخوه خدام وشمامسه حلوين. يعني كنيسه جميله وحلوه، بقول صغيره ولكنها ايه، مليانه بركات. وده شيء كويس، مش بالمكان. اهم حاجه ايه؟ الخدمه والمحبه في المكان. الخدمه والمحبه في المكان. ربنا يبارك حياتكم ويديكم نعمه وبركه. انا الاخ كلمني، الاخ نادر، هو فين؟ هو قاعد اهو عشان اجي اخد بركتكم يعني. وقال لي اديني عنوان للموضوع، فاديته عنوان الموضوع اسمه ايه؟ اخر فرصه. يعني ايه اخر فرصه؟ اخر فرصه خلاص. عارفين لما يكون في محل بيبيع حاجات، يقعد ينده فرصة فرصة وآخر فرصة أهي. يعني آخر فرصة، يعني هيبيع الحاجة ديت وبعدين هي خلاص. وفي محل في شارع الجلاء قدام اسم فاكتوريا اسمه آخر فرصة، مسمي كده آخر فرصة. يعني الإنسان لما تجيله فرصة ما يضيعهاش، عشان إحنا ياما بنضيع فرص. يعني إحنا في العالم حد ساكن هنا أصلا من زمان في المنطقة دي؟ حد ساكن هنا؟ أنت يا مجدي ساكن هنا من زمان؟ من زمان. كانت الأرض دي كانت مباني كده، كانت إيه؟ مصرف وأرض زراعية، صح؟ طب لما قالوا لك زمان اشتري حتة أرض، قلت لهم إيه؟ اشتري هنا؟ اشتري هنا مش اشتري هنا. اشتري ازاي هنا؟ وكان ببلاش. النهارده اللي خد زمان، النهارده بكام سعرها بقى؟ ها؟ اسمها ايه دي بقى اللي خد ده زمان؟ اسمه ايه؟ فرصة جات له وخدها. في واحد تيجي له الفرصة دي يقول لك يا عم اروح الصحراء، اروح اخر الدنيا، اروح الكينج، اروح سيدي بشر دي كان زمان كان صحراء كنا نروح نعمل فيها كشافه واحنا صغيرين. يمين القطر وشمال القطر ده من سيدي بشر لغايه ابو قير كلها يمين وشمال صحراء، رمله رمله اللي هي بتاعت العجمي دي. انما النهارده بكام المتر؟ بيقول لك ايه؟ اهالينا ما خدوش ليه؟ كانت عندهم فرص. فهي فرصه في العالم، الفرصه زي كده، ما بالكم بقى في الابديه. الابديه يعني ايه الابديه؟ يعني انت وانا، فيش حد فينا يعرف امتى هيموت. فيش حد فينا يعرف امتى ايه هيموت. بس انا عارفين ان احنا هنموت. لا انت عارف ميعادك ولا انا عارف ميعادي، ولا اي واحد فينا عارف ميعاده. بس احنا عارفين ان احنا هنموت. طب يا ترى امتى الواحد هيموت وامتى يستعد؟ فاكرين الشاب اللي راح مره لابونا؟ راح لابونا بيقول له ايه؟ انا عايز اتوب. فشايفه شخص مستهتر، فقال له توب، توب قبل ما تموت. قال له توب امتى؟ ها؟ قال له توب قبل ما تموت. قال له طب ومشي. ففرحان بقى ايه ابونا خلاص قال له قبل ما تموت تبقى تتوب. فهو فكر. ابونا قال لي حته كويسه بس بعدين الله، طب امتى انا هموت؟ اروح ارجع لابونا تاني. قال له يا ابونا طب انا امتى هموت؟ قال له ما اعرفش. قال له طب امتى اتوب؟ قال له تتوب قبل ما تموت. قال له طب امتى؟ قال له يعني كل وقت تكون ايه؟ مستعد. يعني كل وقت تكون جاهز. لما تجيلك الفرصه ما تقولش للفرصه بلاش تيجي دلوقتي. عشان ياما ناس جات لهم الفرص وما سمعوهاش.
يعني لما فرعون، فاكرين فرعون؟ فرعون ده كان ملك مصر وكان معذب الإسرائيليين، وموسى كل شوية يتحايل عليه. فربنا قال لموسى ما تخافش منه، أنا هأدب لك فرعون. راح اداله كام ضربة؟ 10 ضربات. ليه 10 ضربات؟ ما كل مرة فرعون يقول لموسى ايه؟ روح كلم ربنا قول له خلاص انا هطلعكم واديكم اللي انتوا عايزينه وهريحكم والى اخره. يروح ربنا شايل الضربة، يروح فرعون عامل ايه تاني؟ يرجع تاني، وهكذا استمر كده على طول. اخر مرة طبعا يعني اداله كم فرصة؟ 9 فرص. الاخيرة راح يجري ورا موسى والشعب في البحر الاحمر. حصل ايه؟ غرق هو كل مرة. طب ما انت خدت فرصة قبل كده يا فرعون، انت عايز ايه تاني؟ فوت الانسان يقدم توبة باستمرار، مش كل مرة يا ربنا يديك فرصة وتسيبها، فرصة وتسيبها. على رأي البابا شنودة قال كلمة حلوة عن فرعون، قال لك فرعون كلمات التوبة كانت على لسانه ولكنها ما كانتش في قلبه. كلمات التوبة كانت على ايه؟ لسانه، ما كانتش فين؟ في القلب. ياما ناس كده، يعني مثلا ممكن تسمع وعظة مني دلوقتي انت ومن ابونا في اي وقت تتأثر، تقول يا ده الواحد بقى يستعد، ده الواحد يرجع لربنا، الواحد يبقى كويس، الواحد يمشي كده دغري. تسمع الوعظة وتتأثر والى اخره، تطلع الشارع لو حد قابلك تسيب له من الدين، ولو حاجة قدامك مش بتاعتك ممكن تاخدها، ولو ليك نظرة مش كويسة تنظر، وهكذا. الله، انت لسه متأثر بكلام. ما يقول لك كلمات التوبة موجودة فين؟ على اللسان، بس مش موجودة في القلب. احنا عايزين نوجدها في القلب. لما تكون في قلبك يبقى انت قريب من التوبة. انما انت مش، التوبة مش في قلبك، على لسانك ما كله بيتأثر. ده احنا طول النهار كمصريين بنشوف حوادث ونشوف مرضى ونشوف حاجات صعبة جدا، وكلنا سوري يعني نتمصمص كده، يا ونقعد نستحكم طب ما نتيقظ، نصحى. احنا ليه كده؟ عشان احنا يا احبائي التوبة مش في قلبنا، مش مستعدين استعداد كويس، مش عايشين وكأنها دي آخر لحظة في عمرنا، فالمفروض الإنسان يستعد. لا، يقول لك لسه بدري. أو عندنا مثل شعبي يقول لك إيه؟ يوم الله أعين الله. الكلمات اللي احنا حافظينها، احنا حافظين حاجات حلوة قوي، وآيات وأشعار وأمثلة، حافظين كل حاجة. يعني ممكن واحد منكم يجي هنا مكان يوعظ سهل قوي، إنما مش بكثرة الوعظ ولا كثرة الكلام ولا كثرة إن أنا أكون عارف. لا، أنت تايب ولا مش تايب؟ أنت مستعد ولا أنت غير مستعد؟ اللي هي بقى لو جات لك، يا ترى الفرصة جات لك كم فرصة في حياتك؟ ده كل واحد سنه 30 40 50 سبعيناية دخل فيها مثلا. كم فرصة جات لك في عمرك الطويل ده كله؟ كم فرصة؟ كم فرصة اداها لك ربنا؟ طب يا ترى ممكن تيجي اخر فرصة ولا مش هتيجي؟ بتكلم عليها اخر فرصة، هتيجي ولا مش هتيجي؟ ما اضمنهاش، محدش يعرفها. زي ما بنصلي شماس في كنيسة مرجيز باكوس، افتكر تعرفوها، كان فيها ابونا قسطنطين الله ينيح روحه، كان ابونا ده مربيني يعني. فواحنا بنصلي قداس يوم الاحد، واحد راجل معتدي الكنيسة دايما يقعد اول صف. ابونا خلص وعظة ودخلنا على القداس، وانا كنت ماسك الشمامسة يعني بقول بشفاعة والدة الاله، وبعدين لقيت الناس اتلموا كده في اول دكة. في ايه؟ خلصت المرض ورحت اشوف الناس، لقيت الراجل الاول قاعد على اول صف ده ايه؟ سفر السماء. خدنا بالراحة وديناه فين؟ البيت. كان هو عارف ان هو دي اخر ساعة ليه؟
كان عارف لما جه الكنيسه؟ لا، ده قال لك ده هصلي وارجع افطر، وارجع بعد ما اخلص الفطار اروح فلان العلان واروح وحط خطه لنفسه، لحق الخطه دي. لو هو انسان مش تايب يبقى ضيع الفرصه ولا ما ضيعهاش؟ ضيعها. اعتبر ان كل حاجه في حياتك هي اخر فرصه، اخر فرصه. عشان كده للاسف فيليكس الوالي في سفر اعمال الرسل كان بولس بيتكلم عن التعفف والدينونه، كلم كلمه قويه، وعظه قويه، ففيليكس اتبسط قوي من الكلام، راح كلم بولس قال له انا كلامك حلو قوي وجميل يعني حاجه حلوه قوي، بس دلوقتي خلاص انا مش هقدر اسمع تاني دلوقتي، روح لما الاقي وقت هستدعيك واعمل ايه واسمعك، عشان يعني الكلام لمس قلبه يعني هيتوب، فقال روح مره تانية وهستدعيك. سفر اعمال الرسل لم يذكر انه استدعاه ولا لقى وقت ولا اي حاجه. خلاص، ما الفرصه بتيجي بتعمل ايه يا جماعه؟ ممكن تكون دي اخر فرصه ليك، اخر فرصه. عشان كده تنتهز العمليه انت وتشوف نفسك وتراجع نفسك. كم من الفرص ربنا اداها لك وانت تاخرت عنها؟ كم من العظات ربنا وعظك بيها وانت ما خدتش بالك؟ كم من المواقف وكم من الامراض، كم من الحواديت وكم من التجارب ربنا شملك بيها، مش شملك بيها عشان انت تكرر تاني الخطية، لا، عشان انت تتوب عن الخطية وعشان تبعد عن الخطية. زي ما قال معلمنا بولس في رسالة الرومية، قال كده: لا تظنوا أن طول أناة الله إنما تقتادنا إلى إيه؟ إلى التوبة. فكروش إن الوقت ده اللي ربنا بيديهولك زيادة النهاردة، إحنا في آخر السنة دي، مش كده؟ فاضلين كام يوم على آخر السنة؟ 10 أيام، والنهاردة 21 وآخرنا 31، يبقى 10 أيام. مين فينا هيكمل ال10 أيام؟ محدش يعرف، وأنا أولكم محدش يعرف. بس الحاجة نعرفها واحدة بس: جات لك فرصة تتوب دلوقتي. ما تفكرش ان بكره ربنا اداني يوم زياده عشان ارجع تاني للخطيه، لا، ده ربنا بيديك يوم زياده ويديك سنه زياده ويديك عمر جديد عشان تعيش في التوبه وتستغل اخر فرصه اللي انت بتعتبرها دي اخر فرصه ليك. ما تعتبرهاش ان لسه في فرص تانية، لا، ما اضمنش يا ترى هل في فرص تاني ولا ما فيش فرص تاني. قديسه بائسه كانت في الخطيه، وراح لها القديس يحنس القصير طلعها من الخطيه. لما طلعها من الخطيه قالت له ايه؟ انا واحده زيي ليا توبه؟ قال لها مش هنا، تطلعي معايا هيبقى ليكي توبه، تقعدي في مكانك كيش توبه، المكان ده كله شر، ايه رايك؟ اطلع معاك. طلعت، يقول لك امسى عليهم الليل في الجبل، هو خد ركنه نام بعيد وهي نامت بعيد، والليل خلاص قام الصبح يشوفها لقاها ايه؟ لا، سافرت، ماتت. بس قاعد يبكي قديس يحنس الآن وخايف ألا بائسة ما تكونش تابت. فبيقول لربنا، بيقول له يا رب بائسة تابت وقبلت توبتها ولا لا؟ قال له بائسة من ساعة ما طلعت من المكان الخطية ربنا عمل ايه يا جماعة؟ قبل توبتها. دي كانت آخر فرصة لبائسة. تخيل لو بائسة قعدت ساعتين تاني أو قعدت يوم تاني، كانت هتموت؟ ما كانتش هتموت، كانت هتموت. بس هتموت ايه بقى؟ تموت في الخطيه، تموت خاطيه. انما هي لحقت نفسها لما ربنا اداها اخر فرصه، اخر صوت قال لها بائسه قومي اتبعيني، قومي امشي ورايا، سيبك من الخطيه. سمعت الكلام ومشيت، تابت، وربنا قبل ايه؟ قبل توبتها. عشان كده تاخدش الوعظه، ما تاخدش الموقف، ما تاخدش ان ربنا بيدينا عمر زياده، بيدينا وقت زياده عشان نرجع تاني للخطيه. لا، ربنا بيدينا فرص
وربما بقول الفرصة تيجي النهاردة ما تجيش بكرة تاني، ما تجيش بكرة. يعني الجماعة اللي هم بقول لكم في البداية عشان العالم والأراضي خدوا زمان فرحانين، يقول لك ده احنا خدناها ببلاش، ويباح النهارده ملايين. اللي ما خدش بقى بيعمل ايه دلوقتي؟ عمال يندب يندب حظه. كله يقول لك ده بيندب حظه. يقول لك يا سلام، لو خدنا كنا زي الناس دي، لو خدنا كنا مش عارف ايه. طب ما كانت الفرصه في ايديك، ما دي كانت اخر فرصه. انت ليه ما استفدتش باخر فرصه تجيلك وفي حياتك وتقوم تعمل بيها حاجه وتعيش فعلا، بالذات في التوبه، تعيش مع ربنا. عشان بقول لكم ما تضمنوش عمركم ولو لحظه واحده، ما تضمنش عمرك. عندي قصتين حلوين احب احكيهم دايما عشان اقرب لكم المثل بتاع اخر فرصه. واحد كان رايح دير ابو مقار زياره، هو ما كانش رايح، هو ليه صاحبه، ليه صاحبه دوت يعني بتاع اديره وبتاع كنايس، بس صاحبنا التاني صاحبه ده ما بيروحش كنايس ولا اديره ولا اي حاجه. فقال له تعالى معانا، كان في الصوم الكبير. قال له رايحين دير ابو مقار ميكروباص صغير كده، تعالى معانا نزور الدير وناخد بركه الدير. قال له انا لا بتاع اديره وتاخدني ساعتين رايح جاي، طب انا ماليش في الكلام ده، روح انت. المهم اتحايل عليه صاحبه تيجي معانا. قال له طب تعالى معايا، حكي معايا في الاتوبيس، يعني نتسلى مع بعض، احنا مع بعض نحكي في الاتوبيس واحنا راجعين، ويا عم ما تخشش الدير. وفعلا راح هناك ما دخلش الدير، وطول الوقت يشرب سجاير، والباقيين بقى مستعدين عايزين يروحوا يشوفوا لو في قداس يتناولوا، فما بيشربوش فما بياكلوش، ده طول النهار في العربيه السجاير. ولما وصل الدير برضه قعد يشرب ايه؟ السجاير في الحوش، والرحله كلها دخلت ما عدا هو ما دخلش، قعد في الحوش بره. ففي راهب شافه، يعني شاف الرحله دخلت بس ده ما دخلش، قرب من ناحيته كده، قال له يا استاذ زيك. قال له اهلا وسهلا. هو مش بتاع الكنيسه بقى، سلم على ابونا، سلم عليه من غير ما يبوس ايد ابونا، بقى ملوش في الكنيسه يعني. بس فالمهم وقف، فابونا قال له انت ما دخلتش ليه تاخد بركه؟ قال له لا مش عايز بركه. كلامه ايه؟ كلامه بتاع مش بتاع الكنيسه ومش بتاع ده. قال له مش بتاع الحاجات دي، انا مش تبعكم انا. قال له حضرتك يعني مش تبعنا، انت اسمك ايه؟ المهم عرف انه مسيح، عشان يتاكد يعني انه مسيح، يعني مش واحد. قال له انا مش تبعكم، انت مش تبعنا، انت ما انت مسيح اهو. ازاي مش تبعنا؟ لا انت تبعنا. قال له انت فاطر ولا ايه؟ قال له هو في صيام دلوقتي؟ قال له ده احنا في الصيام الكبير. قال له انا ماليش في لا في صيام ولا ليا في كنيسه ولا. قال له طب بتعرف ترسم الصليب؟ قال له ما اعرفش. قال له طب بدل الذي طيب؟ قال له ما اعرفش. قال ماليش في الحاجات دي، ما مش بتاع الحاجات دي. فابونا شاف ان هذا الانسان نفس ايه؟ نفس ضايعه، نفس ضايعه خالص، مفيش كنيسه، مفيش اي حاجه. فقال لك بقى اجري امشي معاه شويه عشان ايه؟ اكسبه يعني. ابونا عمل حركه كويسه، كلمه كلمتين، قال له انت فطرت؟ قال له لا انا هم في الرحله كانوا كلهم صايمين وانا ما رضيتش اكل يعني، بس بشرب سجاير من بدري. قال طب تعالى اعمل لك واحد شاي. في الصيام الاديره كلها مفيش مضيافه، مفيش اكل ولا شرب عشان الصيام. فابونا بقى راح جاب له فول، فطره، وقال له تحب ايه تاني؟ وجاب له شيل زيتون واللي انت عايزه واجيبه لك، وجاب له شاي، وقال له عيش حياتك براحتك يعني. وقعد يتكلم معاه. ابونا قعد معاه ساعتين ثلاثه يحكي معاه كده، ياكله ويشربه ويهزر معاه، وسحب منه خطوه خطوه وانا بعيد عن الكنيسه ومش بعيد عن الكنيسه. قعد بقى ابونا دخل من هذا المنوال، قال له طب وانت يعني عايش كده بعيد عن ربنا ليه؟ عشان ايه؟ قال له عيالي كويسين ومراتي كويسين، بس انا ماليش في الكنيسه. قالوا ليه مالكش في الكنيسه؟ هو انت ضامن عمرك؟ هو انت وانت قاعد ابونا ايه يأنف فيه؟ طب ما أنف فيه قلبه عمل ايه يا جماعه؟ قلبه لان. قال له تعالى بقى ايه، خش صلي في الكنيسه. خد ابونا لوحده وصلى، ودى عند الثلاث مقارات، قعد يصلي ويركع والكنيسه فاضيه. ساب ابونا براحته وطلع
ابونا الكبير، في ابونا الصغير ماسك الكنيسه، عايز يقفل الكنيسه، صاحبنا قاعد لازق جنب الاجساد وعمال ايه؟ عمال يعيط ويبكي، يبكي ويعيط. فالمهم اخر، قعدوا ساعتين ولا حاجه، فراح لابونا الكبير قال له ابونا الكبير الاخ اللي انت جبته ده مش عايز يمشي وقاعد. قال له سيبه، قال له سيبه لعل وعسى ايه، ها، يفضي اللي عنده كله ويتوب. خليه، خليه. وابونا استأذن الرحله، قال لهم يا جماعه اقول لكم على حال، الاخ ده كان بعيد قوي، سيبوه، ودلوقتي يبان عليه يعني كده حلو وقاعد في الكنيسه وبيصلي، سيبوه يصلي، روحوا انتوا وانا بالليل اتصرف اجيب له عربيه يوديه، ممكن بيته كمان في الدير، فروحوا انتوا وطمنوا اهله عليه ان هو بايت في الدير. ابونا ايه؟ تبناه، او شاف ان ممكن ده يجيب منه ايه؟ نتيجه كويسه. بس المهم طلع فرحان من الصلاه ومش عايز يمشي من الدير. قال له تخليني عندك هنا يا ابونا شويه. قال له اقعد، بكره نصلي قداس ونخليك تتناول في القداس. وابونا خد اعترافه وخد توبته، ويعني انسان جاي بعيد عن ربنا قرب منين؟ قرب من ربنا، سمع الكلمه ولان، والكلمه لمست قلبه، فتاب وبات في الدير واعترف وتناول. وابونا تاني يوم جاب له عربيه واداه الاسكندريه. جه اسكندريه طبعا فرحان ان هو بقى هيواصل ايه بقى؟ حبه للكنيسه ومعرفته بالكنيسه. اتغير خالص. ما اتغير خالص، نام الصبح بيقول لمراته صحيني، كان عنده شغل الصبح عشان ما راحش امبارح، عايز يروح يعني. الصبح مراته بتصحيه لقيته ايه؟ ها؟ سافر. اخر ايه؟ اخر فرصه. كانت اخر فرصه ولا مش اخر فرصه؟ م? بس هو استغلها كويس، هو لان ورجع لربنا. تخيلوا بقى الموقف لو ما رجعش لربنا، ان جات له فرصه وراح برضو ايه؟ زي ما هو، او رجع ما دخلش الدير، او استمر ان هو فاطر وقاعد يشرب سجاير وحاجته وما سمعش كلام ابونا وشد مع ابونا قال له لا سيبني مالكش دعوه بيا وكلام من ده. كانت اخر فرصه، هو استغلها. كان يعرف انه هيموت؟ ما يعرفش، ولا حد يعرف انه هيموت، بس هو استغلها استغلال كويس. عشان كده ان سمعتم صوته، ها، فلا تقصوا ايه؟ ولو ما تقسيش قلبك، تقولش يا عم لسه بدري، ده انا لسه عامل شويه تحاليل، عامل كلى وعامل قلب وعامل سكر وعامل ضغط وعامل كل التحاليل، انا زي البومب. ما هو البومب هو اللي بيموت. هو في حاجه الموت يعرف البومب ولا يعرف ده؟ ها؟ ما يقول له زي حال مريضكم، يقول له ايه؟ يقول له ده الشاب الصغير كده هو ماشي على الرصيف عربيه خبطه، شاب صغير يقوم الصبح 12 سنه يكون ميت. مش بيحصل ولا ما بيحصلش؟ هي بالصحه، هي بالتحاليل؟ لا بتحاليل ولا بصحه، اعمار. زي ما قال كده حددت بالاشبار عمري. انت يا رب كل واحد فينا ايه؟ ليه شبرين ثلاثه، انت حددت العمر ده وانت اللي عارفه، انا ما اعرفوش، بس انا اعرف ان ليا يا ترى فرصه ولا ماليش فرصه. هل تستغل انت اخر فرصه دي تجيلك ولا ما تستغلهاش؟ دي اول قصه. القصه الثانيه هحكيها لكم، دي حصلت معايا انا شخصيا وشفتها وعشتها يعني. كان سنه 2016، 2000 وكام؟ 16. وانا اخر الايام زي كده، كان يوم خميس، كان 29 ديسمبر. بقى كام يوم على نهايه السنه؟ 3 ايام. يعني الخميس ده 29، الجمعه كام؟ 30، السبت وصباح الحد واحد. يعني نفس الفكره دي هتكون السنه دي 22. يوم السبت هيكون 31 والحد هيكون ايه؟ واحد. سهرة الكهك هتكون مع سهرة ايه؟ راس السنة. اخر سهرة دي هتكون مشتركة. فكانت سنة 2016 كده. فكنت 29 عندنا عزا في الكنيسة،
ان انا قاعد تحت اسمها قاعه البابا شنوده في العزا، ودخلت اوعظ انا ومشيت. فكان نهايه السنه بقى فاضله يومين، بتكلم عن نهايه عمر الانسان والانسان يستعد، بتكلم كلمتين على المناسبه واللي احنا فيه الايام دي، وخلصت. ويوم الخميس دايما انا باخد شويه اعترافات شبان كده بالحجز، يعني بالشبان حاجزين وجايين عارفين مواعيدهم يعني. فلقيت واحد بيخبط على ظهري كده من ورا وانا ماشي، بيقول لي ممكن اعترف؟ صوت له كده. لا انا بعترفه ولا اعرفه، ما اعرفوش خالص يعني. بقول له قوي قوي تعترف ممكن، بس انت مين اب اعترافك؟ قال لي ماليش. قلت له بتصلي فين؟ هي ما بصليش. زي الاخ بتاع ايه، ها، بتاع الدير كده، ردوده باين انه مش بتاع كنيسه خالص. فهم بيبقوا كده بطبيعته كده وطريقته كده. قلت له تعالى تعالى ورايا طيب، خش المكتب. فاستاذنت الشبان، قلت لهم معلش انا في واحد ضيف يعني فما يعرفش النظام، بس استاذنكم هيقعد معايا شويه. قعدت معاه ساعه الا ربع، ساعه الا ربع. لقيت بقول قدامي موسى الاسود في خطاياه، موسى الاسود في خطاياه، خاطي يعني، وموسى الاسود في توبته. وقلتها له حتى، قلت له انت شبه موسى الاسود لما كان خاطي ولما ايه، ولما تاب. يا بختك انت خلاص، بس اوعى بقى حد يضحك عليك يمين وشمال، خليك مع ربنا، انت بقيت موسى الاسود الجديد. فبكره الصبح الجمعه لو 30 في الشهر تروح تعمل ايه؟ تتناول في الكنيسه بتاعتك. كنيسته بعيده عننا يعني، هو في ناحيه غرب كده حوالي ساعه وربع ساعه ونص الكنيسه بتاعته يعني، المنطقه يعني منطقته بعيده يعني. فقلت له تروح بكره جنب الكنيسه بتاعتك تتناول الصبح، تقوم بدري. قال لي هقوم بس هاجي اصلي هنا. قلت له انا خايف عليك تروح عليك نومه، مش هتلحق لا هنا ولا تلحق هناك. انت جنب الكنيسه، ولو ابونا سالك انت اعترفت تقول له اعترفت عند ابونا فلان وخش تناول. قال لي لا انا هاجي هنا. قلت له مش هتلحق او مشوار بعيد عليك. قال لي لا انا هكون الساعه كام قداسك؟ قلت له 8. كان اليوم ده عليا القداس انا، قلت له 8. انا دخلت الكنيسه 8 بالظبط، لقيته قاعد والكنيسه فاضيه لسه. بقول له انت جيت؟ قال لي انا من 7 ونص. يعني طلع من بتاع كام طلع؟ ها، من 6 طلع، من 6 طلع من مكانه. يعني قلت يا سلام، الانسان لما يتوب يعمل اي حاجه لربنا، يعمل اي حاجه لربنا، يجري. ما دي فرصه جات له، فاتبسط جاي القداس كمان. اتبسط اول مره يسمع قداس، ما يخشش كنيسه. هو طول حياته كان يقول لي لما يكون في فرح اقف في الحوش، في ميت حتى لو كيسه فاضيه انا اقف في الحوش، انا بتاع الحوش، واقف مع الجماعه الغرب يعني، ما بطلعش كنيسه. فاتبسط قوي وفرحان. قال لي اليوم ده يعني انا فرحان جدا. قلت له مبروك عليك النعمه، انت ربنا لمس قلبك والنعمه لمستك، خليك عايش في النعمه دي دايما. قال لي خلاص. قال لي اجي اصلي معاك؟ قلت له يعني مشوار بعيد عليك، انا يعني عايزك ايه تبقى عملي شويه. قال لي لا لا لا، مش انا زي ما جيت لك بدري كده انا هاجي لك دايما بدري واحب اقعد معاك. قلت له اي وقت تحب تيجي تعال. خلاص، ومروح فرحان واخر تمام. سبت بالليل بقى صباح ايه، طبعا الحد اللي هي 31 في الشهر، اخر يوم في السنه. لقيت التليفون بيرن عليا، مش مسجل نمرته يعني كتير، فانا رديت يعني. بعدين ايوه، قالت لي انا فلانه الفلانيه. قلت لها اهلا بيك، مين حضرتك؟ انا مش عارفك. قالت لي اسمها يعني. قلت لها مش، مين حضرتك يعني؟ قالت لي انا مش في فلان جالك يوم الخميس بالليل اعترف؟ قلت لها اه، ده كان جاي عزي. قالت لي ايوه، والجمعه جالك فرحان، جيت تناول وتناول وجاي ترجع فرحان جدا. قلت لها اه عارفه طبعا، مبروك، ده انسان كويس وانسان يعني يا بختكم بيه. قالت لي انا مراته، وانا مراته وعياله فرحانين جدا وبنشكر ربنا انه
انه راح اعترف وتناول. عمره ما دخل الكنيسه يا ابونا. ازاي دخل بقى؟ قلت لها ربنا اداله الفرصه وهو استغل الفرصه. قالت لي هقول لك على خبر تاني، هو سافر السماء. هو سافر ايه؟ السماء. قلت لها يا بخته. قلت لها دي اخر فرصه له، اخر فرصه استغلها وعمل ايه؟ وعمل بيها، كسبها زي اللص اليمين. حتى كانت بتقول لي يعني يا ريت تيجي تحضر الجنازه. قلت لها اجي. كانوا عاملينها الساعه 12 الظهر. قلت لها 12 ده صعب عشان احنا سهرين طول الليل وعندنا قداس تاني ولازم اناول فيه ومقابلات. لو خليتوها 3 الظهر ممكن اجي. قالت لي خليها 3، فخلوها الساعه 3. رحت انا وعظت عليه، وعظت فاكر الوعظه كويس. قلت لهم هذا الانسان ده موسى الاسود، ده موسى الاسود الجديد، يا بخته بالسماء. قلت لهم كده. حسيت ان ده جات له اخر فرصه فاستغلها وعمل ايه يا جماعه؟ ودخل بيها السماء. السلام. يا ترى بقول النقطه الثانيه، لو هو جه الكنيسه وحضر العزاء زي ما بيحضر كل مره وسمع كلمتين من هنا وطلعهم من هنا ومشي وروح وعاش حياته تاني، وكان هيموت ولا مش موت السبت؟ كان هيموت السبت، كان ميعاده السبت. بس مات ايه هنا؟ استغل الفرصة، انتهز الفرصة. يا ترى انتهز الفرصة، كسبها. عشان كده يقول لك إن سمعتم صوته فلا تقصوا إيه؟ قلوبكم. يا أحبائي لازم نصحى، لازم ننتهز الفرصة اللي ربنا يبعتها لك. بعتها لك عن طريق وعظة، بعتها لك عن طريق ضيق عليك في الحياة، بعتها لك عن طريق واحد صاحبك شفته قدام عينيك اتخطف مات فجأة، واحد صاحبك عنده مرض وحش وكان بصحة وعافية وكان بعتها لك عن طريقك انت. اداك شوية مرض صغيرين كده عشان يفكرك يصحيك. اداك اي حاجة ربنا، خد الحاجة اقول له اديتهاني ليه يا رب؟ عشان انا بعيد عنك. انا هنتهز الفرصة وهرجع اليك واقول لك مع الابن الضال اقوم الان وارجع الى مين؟ الى ابي، واقول له اخطيت الى السماء قدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ملك عني كأحد أجراك. لإلهنا المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد آمين.